لو بتحلم بالحرية المالية وبدخل يوصلك لحد البيت من غير ما تشتغل، والفكرة دي دايما في دماغك، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. النهاردة هقولك ازاي تعيش من توزيعات أرباح الأسهم بخطة واضحة وأرقام فعلية، وكمان هقولك على 3 شركات في البورصة المصرية بتوزع أرباح منتظمة من سنين، ومش بس كده الأرباح بتزيد كمان. فلو مهتم تبني دخل سلبي حقيقي ركز معايا في الفيديو ده. في الأول، يعني إيه توزيعات أرباح وبتيجي منين؟ باختصار، الشركة بتكسب وبدل ما تحتفظ بكل الأرباح لنفسها بتوزع جزء منها على المساهمين. يعني توزيعات الأرباح دي جزء من أرباح الشركة بتقرر تدفعه للمساهمين، فأنت كمساهم في الشركة بتاخد جزء من الأرباح دي كل سنة، وبعض الشركات ممكن توزع مرتين في السنة. والجميل بقى إن في شركات بتحافظ على توزيعات ثابتة وكمان بتزودها مع السنين، وده بيخلق دخل شبه ثابت للمستثمر من غير ما يضارب أو يبيع ويشتري. طب نعمل ده إزاي؟ هقولك. في الأول بتحدد المبلغ اللي بتحطه في أسهم شركات توزيعات الأرباح، وبعد كده بنختار أسهم الشركات اللي بتوزع بطريقة منتظمة. بنختار كذا شركة بحيث يبقى عندك توزيعات في أوقات مختلفة من السنة، يعني بدل ما تستنى توزيع واحد كبير في وقت واحد بيبقى عندك كذا توزيع على مدار السنة بشكل شبه شهري، وبتتابع مواعيد توزيعات الأرباح دي. خليني أوضحها بمثال. لو معاك مثلا 400 ألف جنيه واستثمرت في 4 شركات كل شركة ب100 ألف جنيه، والشركات دي بتوزع أرباح بمعدل 14% سنويا، ده أول سنة، يبقى إجمالي أرباحك السنوية 56 ألف. لو قسمتها على 12 يبقى حوالي 4660 جنيه. هتقولي بس الرقم ده قليل كعائد على الاستثمار. عاوز أقولك إن ده جزء من الأرباح مش الأرباح كلها. 400 ألف بتوعك بعد سنة مثلا ممكن جدا يبقوا 600، غير ال 56 ألف اللي هم العائد اللي بتصرفه. شبه فكرة العقارات، كأن عندك عقار بتأجره، الكوبون ده هو الإيجار اللي ممكن تاخده وتصرفه، وتمن العقار نفسه اللي بيزيد ده سعر السهم. وهنوضح الكلام ده دلوقتي على أمثلة فعلية لأسهم في البورصة المصرية، وهتشوف بنفسك قيمة الفلوس نفسها بتزيد حتى وانت بتاخد عائد منها. نيجي للسؤال الأهم بعد كده، ازاي نختار الشركات دي؟ من خلال موقع انفستنج، هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف، وممكن من خلال تطبيق ثاندر. هتلاقي هنا تبويب اسمه استكشف، ومنه هتختار قوائم ثاندر، وبعد كده الموزعون. هتلاقي هنا كل الشركات اللي بتوزع أرباح، بس أنا هشتغل على موقع انفستنج وهتعرف ليه دلوقتي. أول ما بندخل بنختار ماسح الأسهم، والأداة دي بتسهل لك عملية اختيار الأسهم والمقارنة ما بينها بناء على المعايير أو الاشتراطات اللي بتختارها. بنحدد الأول السوق اللي هنشتغل فيه. أنا هنا هختار سوق مصر عشان يجيب لنا كل الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وهنختار من عائد توزيع الأرباح عائد مرتفع أو مرتفع جدا. وممكن طبعا هنا نزود عدد الفلاتر ونزود المعطيات بتاعتنا ونضيق عملية البحث أكتر علشان نوصل لأنسب وأفضل نتيجة ممكنة بكل سهولة. المهم نرجع لاختيارنا. هيجيب لي هنا الشركات اللي بتوزع أرباح كويسة عشان نختار منها الأسهم، ومتقسمين ومتصنفين للقطاعات وللصناعات المختلفة، زي المواد الأساسية والأغذية والكيماويات والإنشاء والشؤون المالية أو الخدمات المصرفية زي البنوك. أول سهم معانا هو أبو قير للأسمدة، سعره حاليا 50 جنيه تقريبا، والمحللين بيتوقعوا أنه يوصل ل 73 جنيه خلال سنة، بزيادة حوالي 42% تقريبا عن سعره الحالي. شركة أبو قير دي أولا شركة تاريخ توزيعاتها محترم، بتوزع أرباح كويسة جدا ومستقرة من سنين، وآخر 5 سنين التوزيعات بتاعتها كانت بتزيد. وأهم حاجة في السهم ده إن المضاربين مش بيحبوه عشان بياخد وقت طويل في الصعود، وكمان أحيانا سعره بينزل. زي ما انت شايف كده المحللين الفنيين في الموقع ده موصيين على السهم إنه بيع قوي. بيع قوي ده لأنه احتمال قوي جدا بناء على التحليل الفني إنه سعره ينزل على المدى القصير. وده بالنسبة للمضاربين. إيه بتقول سعره بينزل؟ ما احنا كده هنخسر. لا طبعا، أنا بقول كده عشان حاجتين: إنك تكون عارف وما تتخضش لما يحصل كده، اللي هو يحصل أي هبوط للسهم ده أولا. ثانيا، دي بتكون فرصة كويسة إنك تشتري أكتر وتزود ربحك منه وتعمل متوسط سعري أقل، وبالتالي نسبة ربح أعلى. يلا بينا نشوف. هنستخدم موقع تاني معانا وهو موقع تريدنج فيو عشان يبين لنا التوزيعات وموعدها على المؤشر. هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف.
خلال ال3 سنين اللي فاتوا السهم كان سعره وقتها 24 جنيه تقريبا، ده لو عملنا متوسطات بين أعلى سعر وأقل سعر في المدة دي. تخيل إنك اشتريت 4000 سهم ب96,000 اللي هم ال100,000 اللي قلنا عليهم لكل سهم 100,000، وسبتهم وما عملتش أي حاجة تاني. هتاخد أرباح أول سنة 3 جنيه لكل سهم، يعني 12,000 جنيه أول سنة بما يعادل 12.5% من سعره. تاني سنة هتاخد 7 جنيه لكل سهم، يعني 28,000 جنيه بما يعادل 29% من سعره اللي انت شاري بيه. تالت سنة هتاخد 7 جنيه ونص لكل سهم، يعني 30,000 جنيه بما يعادل 32% من سعره اللي انت كنت شاري بيه. مش دي بس الأرباح، فاكر لما قلتلك ان تمن العقار كمان هيزيد؟ السهم سعره حاليا 52 جنيه، ده بعد ما نزل آخر فترة، يعني أكتر من ضعف تمنه اللي كنت شاري بيه. يعني على مثالنا بالأرقام، ال96,000 اللي حطيتهم من 3 سنين قيمتهم دلوقتي 204,000، ومش حاسبين الفلوس اللي هي التوزيعات اللي كنا بناخدها. لو حسبناها هيبقى الرقم 12 28 30، يعني 70,000 جنيه. يعني حطيت 96,000 أخدت منهم 70,000 كعائد توزيعات، وبقى معاك حاليا أسهم بقيمة 204,000 جنيه. ولما السهم يوزع أرباح تاني السنة دي هتاخد برضو نصيبك في الأرباح طول ما معاك السهم. وعاوز أقولك كمان إن السهم في يوم من الأيام وصل لل100 جنيه، يعني 4 أضعاف، بس بيطلع وبينزل تاني، ده على المدى القصير. إنما على المدى الطويل هو صاعد زي ما انت شايف. عشان كده المضاربين مش بيحبوا السهم ده، لأنه أحيانا بينزل زي ما انت شايف كده. والمضارب مش زي المستثمر، ما عندوش الصبر ولا الوقت اللي يخليه يستنى لما السهم يطلع تاني. إنما انت كمستثمر بتاخد أرباح منه، فمش مستعجل على بيعه ولا عاوز تبيعه أصلا، انت عاوز الأرباح اللي بتيجي من وراه. في حاجة ممكن تقولها لي دلوقتي، تقول لي السهم كان سعره 100 جنيه ما كنت بعت. فعلا كان ممكن تبيع هنا وتكسب 4 أضعاف الرقم عادي، وكان ممكن كمان تستناه وتشتريه لما سعره ينزل تاني لو عاوز. بس احنا هنا بنتكلم على أساس إنك مش عاوز تشغل بالك بأي حاجة، وكأنك حاطط فلوسك في البنك، وأحسن طبعا. ومبدئيا كده أنا مش بوصي على سهم بعينه، راجع ورايا وشوف السهم مناسب ليك ولا لأ. أنا بتكلم تحديدا على الأسهم اللي أنا جربتها وكسبت منها. وبمناسبة الأسهم اللي كسبت منها اللي بتوزع أرباح منتظمة، سهم مطاحن وسط وغرب الدلتا اللي اتكلمت عنه قبل كده في فيديو فات لما كان سعره 300 جنيه، سعره الحالي وصل ل 400. تعال نشوف سعره وتوزيعاته خلال ال3 سنين اللي فاتوا. السعر في مايو 2022 كان 100 جنيه تقريبا، وزع أرباح خلال ال3 سنين دي 15 جنيه و20 جنيه و36 جنيه، يعني 71 جنيه، بنسبة حوالي 70% من ثمنه الأصلي من 3 سنين. وزي ما قلنا سعره الحالي 400 جنيه، يعني زاد 4 أضعاف ثمنه. بافتراض إنك اشتريت 1000 سهم من 3 سنين، هيكون معاك أسهم قيمتها 400,000 بالإضافة لتوزيعات الأرباح اللي قلنا عليها. وده اللي بتكلم عنه دايما، البورصة مربحة بشكل كبير جدا، أكتر من أي حاجة، بشرط التعامل معاها كاستثمار طويل الأجل. ويمكن ده اللي بيأكد إن ليه أغنى أغنياء العالم بيحطوا فلوسهم في أسهم الشركات في البورصة. تالت سهم معانا وهو سهم عبور لاند. السهم ده سعره من 3 سنين في شهر مايو 2022 كان سعره 5 جنيه و40 قرش تقريبا، ده قبل ما ينزل ل 4 جنيه و20 قرش. السهم سعره حاليا حوالي 18 جنيه. وزع خلال ال3 سنين اللي فاتوا 3 كوبونات، كل كوبون 95 قرش، يعني في ال3 سنين وزع 2 جنيه 85 قرش بما يعادل 53% من ثمنه الأصلي اللي اشترينا بيه. وقلنا ان سعره حاليا أزيد بأكتر من 3 أضعاف من سعره من 3 سنين، كان ب5 جنيه وشوية، حاليا وصل ل 18 جنيه. كده انت فهمت الطريقة والمبدأ اللي بناء عليه بنختار السهم، وتقدر تختار الأسهم وتقارن ما بينهم وتشوف أنسب 3 أو 5 أسهم وتدخل فيهم بناء على تحليلك الشخصي. ما تاخدش توصية شراء أو بيع من حد إلا لما تراجعها بنفسك. وفي كذا نصيحة تانية لازم تاخدهم بعين الاعتبار، إنك تشتري السهم على مراحل مش مرة واحدة، وتخلي دايما معاك سيولة لو أي سهم من الأسهم دي نزلت تشتري عشان تعمل متوسطات سعرية كويسة. وتشوف الشركات بتوزع أرباح تشغيلية ولا بتوزع أرباح استثنائية، وتبعد عن الشركات طبعا اللي بتوزع مرة واحدة وخلاص. وتتابع مواعيد الجمعية العمومية للشركات اللي بتقر فيها توزيع الأرباح.
وفي النهاية الدخل من توزيعات الأرباح ده مش وهم، وممكن فعلا يوصلك للحرية المالية، لكنه محتاج شوية صبر واختيار ذكي للأسهم. ولو عجبك الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة.